شو عم يصير بحلب؟ استهدافات واشتباكات ونزوح وتجيش وتحرير وآلاف الأخبار يلي عم تطلع كل ثانية. والحسابات مين؟ الحسابات غير معروفة المصدر. يعني واحد قيل عن قال شو صاير بحلب بحط شوية بهارات وبينشر الخبر مشان التفاعل وإلى ما هنالك. بالوقت يلي بتفوت على المصادر الرسمية مثل وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، ما بتلاقي شيء مكتوب. حتى محافظة حلب بتلاقي الشيء اللي نشرته كان ضمن الشيء اللي عم يصير. في بعض حالات النزوح اللي صارت نتيجة استهدافات، ولكن الأخبار اللي عم تشوفها بتقول إنه خلص المعركة بدأت والحرب بلشت ورح تخلص. لا تاخذوا الأخبار إلا من المصادر الرسمية يلي ذكرتها. في حسابات هلأ بتحاول تنشط وحسابات بتحاول تتصيد بالماء العكر. لهيك بنتمنى السلامة لأهلنا بحلب، بنتمنى السلامة لأهلنا بالجزيرة، وكلنا ثقة بالحكومة السورية إنه رح تضل لآخر لحظة متمسكة بالسلام ومتمسكة إنه يكون الموضوع هو اتفاق وليس حرب. لأنه بس حكينا حرب يعني نحن عم نحكي عن ضحايا ونزوح وبيوت مدمرة جديدة، ونحن بسوريا اليوم ما بدنا المزيد من هالشيء، لأنه اللي صار خلال 14 سنة بكفينا.